علشان الحمايه من العوامل الخارجيه برضو من البيت من جوه، وكمان حمايه ضد ان اي حد ممكن يجي يدخل البلكونه يدخل البيت. ما لقيتش بصراحه احسن من ان انا اعمل شاترز. وعشان وفاء قبل كده اتعاملت مع ناس في الموضوع ده اسمهم شاتر فليكس، فكان ده اختياري الحقيقه. علشان كده انا كلمتهم وهم جم. تعالى يا احمد، اتفضل. تعالى يا خالد. احمد وخالد اللي جم النهارده عملوا لي شغل من شركه شاتر فليكس، اللي انا بشكرهم جدا على سرعه الاستجابه، وان هم جم خدوا المقاسات ونفذوا في اقل من اسبوع. طبعا مقارنه بالاسعار اللي في الحتت الثانيه انا اتبسطت جدا ان اسعارهم بصراحه كانت اقل بكتير، لان انا اكيد انتوا عارفين ان انا بحب اسال، ما بحبش حد يضحك عليا، فكانت اسعارهم بصراحه مناسبه جدا بالنسبه لي. انا بشكركم جدا جدا جدا. استاذنكم بس عايزه حد يدخل من جوه ينزل الزرار الكهرباء علشان الناس يشوفوا بتقفل ازاي. انا هوريكم دلوقتي. الشاتر ده ما ينفعش حد يكسره خالص، يعني ده عشان حد يخترقه ويدخل جوه البيت دي يعني عايز له حفله، فمستحيل حد طبعا يبقى بيعمل كده في الدرع يقدر يعمل الدوشه دي كلها علشان يكسر الكلام ده ويقدر يدخل جوه البيت. هو كده مقفول. هو فيه تو اوبشنز. في اوبشن هو ممكن يبقى فيه فواصل بسيطه تدخل هواء ونور بسيط، وفي اوبشن تاني للحمايه بروتكشن ضد الصيحات بقى والحاجات دي كلها، صح يا احمد؟ ان هو يبقى قافل كده تماما. ده الاوبشن اللي هو بتاع التهويه البسيطه والنور البسيط. انا الحقيقه حبيت اشكركم قدام كل الناس. ميرسي جدا عشان مواعيدكم مظبوطه، وعشان بجد ناس شغلكم حلو قوي بروفيشنال. واستكمالا لموسم التشطيبات، انا جاي المصيف غالبا عشان اشطب مش عشان اصيف. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني قريب. باي باي.